ادعيني لص القوافي. سريع حي الله منجي. عمي انيس داخل. يا عمي انيس يا عم انيس بدورك. انا قلت لك ما تخرج لها هذا حد يا بارك، ما تخرج حد. شاعر صاحبك ما شاء الله ما شاء الله، والادب والاخلاق والاحترام. تدخل قصايدي على ما هي في ديوانك، الناس يجروا بيت هايني يا لص القوافي. اسمع احترم نفسك، انا بالاول وانا ساكت لك. بقول لك بلاش في فتره ابوك ان انا اجر حرف واحد من حقك الشعر. انا ملان اشعار، ما ننسى اشعار، ما نقوم قد تحتي ملان اشعار. ما شاء الله لك يا شو هذا حكمكم والله محجورين في صاحبكم. يحكموا بيننا. ابصروا ديوان الانيس. هذا حق الحيود العاليه، وهذا مكسر نيابه، وهذا الاخير حق البحر الميت. البحر الميت. لحظه. هذا الحيود العاليه، وهذا شكلها من هنا مكشر نيابه، وهذا الاخير البحر الميت، وعاد كلهن ملان حقي كلهن. اسمع يا استاذ، هذا شوف يعني ربما يعني توارث خواطر او لا بس. انا فعلت الهاجس اشتراك. شوف الهاجس حقك يجي له جنب الهاجس حقي ويعزب الهاجس حقي، يعني الموضوع عادي طبيعي، يعني بالك بالسيارة على بحر. احنا شعراء والشعراء الكبار هم يقتبسوا من بعض، والاقتباس يعني نص المعيشه. بتسمعوا صاحبكم، اسمعوا ماذا يقول. هذا لص قوافي. انا نص يا ابني، نص مبهرر قصايدي. من هو البحر؟ من هو السارق يا ري؟ معلش في فضل فريت. الله المستعان يا فندم. بدل ما تكرموني وتشلوا حقوقي وتحفظوهن من هذا لص القوافي، اتعرض للاهانه والضرب. الله المستعان. ورجع يقول لك القصايد حقها، بقول لك قر. أنت أستاذ شاعر ومعروف بين الناس، صح إنه مش مختصنا الفصل في القضايا الأدبية والفكرية ولها جهة مختصة، ولكن واضح من علامات وجهك إن الأخ أنيس اعتدى عليك بالضرب والأهانة، والأخ أنيس لم يحترم لا سنك ولا مكانتك في المجتمع ولا إنك ضيف عندهم. والأخ أنيس اليوم هذا ضيف عندنا في الحجز. ليش يا فندم؟ إذا عاد تشي نحلها ودية حليناها بينكم، وإذا ما يشتكي حله بنحولها النيابة المختصة. مشاكل من أول وقت بتقول لي أنا بزيت حكار قصايد، وإذا أنا اعتديت علي الأستاذ الشاعر الكبير بدريبة، وإذا أنا بديت يدي عليه. اسمع يا فندم، فأقول لك أنت معتدي على الرجال يا عسكري. قم شله الحجز. الحجز. قم الحجز. قصرنا لا بنفتجع ولا لا داري ما هو بالضبح ما هو. بارك يا ورد انت باي قضيتك ما فعل. والله يا اخي تهمس سرقة بيت. سرقت بيت؟ ما نفعل هذا. وانت يا حاج سرقة محل. سرقت محل؟ ايه. بخ. وانت يا حاج؟ كات. سرقت بيت؟ رجل. وانت ما قضيتك. طيب قالوا لا سرقت شيء. سامح. قالوا هذا على الشعر. من ذا الشعر. قد باير رجال ما جيش بسري ولا جاي يتفاقدني ولا يجورني، حتى جميل اخي ما اتصل حتى اتصال لاخوه. اسمع يا استاذ انيس، انا هذا الحين اشتي اسير اقنع الفندم انه يخرجك ويحبس الهاجس. كرمني الله. مشاكل بس وقت الهدر هذا اسمع لي، لا تقولوا لي ان انا محبوس. سيروا لعند الرجال وراضوا كف ما وقع وجو خرجوني من هذا اسير بسر جنان مفلت مفلت يعلم الله وجاوع ولا شابع ولا بارد. حتى لو طلب الرجال انك تفعل التزام انك ما تزيد تسرق منه وتعترف ان القصايد حقه. وقدر في الحبس. تبابا شترازل على شجرة جرى مفرت بارك يا فتحي مبروك. يا أنيس القوافي يا أنيس القوافي، لو تبصر كيف البنان الحراء حكت من أمس أنا قد انتغج البيت بكله. لا فهو ذا حسي خارج ولا تورج لها يا مبروك، سير تورج لها ان شاء الله حاضرك. يلا مع السلامة. جلال بفلت جلال أبانا بسروه. يلا مع السلامة. وقدر في الحبس. ما هو هذا الضيق ما هو ياخذ عكار يا حق. ما دام من شاعر اعملي قصيدة صاحب البيت اعتذر. الله الله
الله عليك يا سلام سرب يا سلام. الدار انه اول واحد يضرب لي قصيده. لو انا دار ان انا احتبست من زمان واحتبست من زمان اعرف قصيده. قصايد يا سلام سرب يا سلام. وين انت صحيح؟ اعرف اكتب قصيده. كم بقاسه؟ أنا سلكت البيت يا صاحب البيت. بيت. أنا سلكت البيت يا صاحب البيت. بيت. ولا لقيت إلا غداء أمس باين. بيت. المعذرة يكفيني الحبس والصيد. صيد. حرام لو وفيت للبيت وايد. وايد. الله عليك يا عريس القوافي. حي الله بمنجة، حي الله بأمير الشعراء، حي الله بأكبر شاعر في العالم، حياك يا عم أنيس، الحدث للرجال، والله. أنا صدق أبوك، التحية حقك هذا بلا درجة. صدقني ما مدلوز اللي عندي يا شاعر الكشنة، ولو ما ان الرجال طلع محترم وخلانا نخارجك من الاول وطلع شاعر كبير وبالناس وعفى عنك، ولانك دحين محبوس في ثنتين، سرقة واعتداء. يا عم أنيس أنا عند الله وعندك، ها بقيت يا الله، اسكت اترك الشعر. يا عم أنيس يا عم أنيس، إذا تحبنا وتعزنا وتقدرنا وتحترمنا فلت الشعر بسلم عن كده حيوصلك. مساء خير يا رب السجن أحب علي بالما يدعونني إليه. طيب أقول لكم أنتم بتفكروا